أبي أين كنت؟ ابنتي زينب، مشغول فيما يرضي ربي. أبي هذه يدك قوية. أبي هذه اليد يا أبي، ضربت مرحب. نعم يا ابنتي. أبي هذه اليد يا أبي، قلعت باب خيبر. بني زينب، نعم يا حبيبتي. أبي أين كانت يدك عندما ضربوا أمي؟ على وجهها يا أبي، ضربوها حتى أسقطوا قرطها. إنا أتينا مرارا نطلب الإذن على فاطمة فلم تأذن لنا. يا بنت رسول الله، قد كان من أمر هذين الرجلين ما رأيت، وقد ترددا عليك مرارا كثيرا، وقد رددتيهما ولم تأذني لهما، وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك. والله لا آذن لهما ولا أكلهما من رأسي كلمة واحدة حتى ألقى ربي فأشكو إليه مما صنعا بي وارتكباه مني. إني قد ضمنت لهما ذلك. إن كنت ضمنت لهما فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجال، ولا أخالفك في شيء، فأذن لمن شئت. يا علي، جاف الثوب. السلام عليك يا بنت رسول الله. يا بنت رسول الله، إنا أتيناك نطلب مرضاتك ونسألك أن تصفحين ما كان منا إليك. إنا جئناك معتذرين، فاغفري واصفحي. إني لا أكلمهما من رأسي كلمة واحدة حتى أسألهما عن شيء سمعاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن صدقاني رأيت رأيي. إنها لا تقول إلا حقا ولا تشهد إلا صدقا. أنشدتكما بالله، أتذكران أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخرجكما في جوف الليل لشيء كان قد حدث من أمر علي؟ اللهم نعم. أنشدتكما بالله، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها في حياتي كمن آذاها في مماتي، ومن آذاها بعد مماتي فكأنما آذاها في حياتي. اللهم نعم. اللهم أشهدك واشهدوا يا من حضرني أنهما آذاني في حياتي وبعد موته. والله لا أكلمهما من رأسي كلمة واحدة حتى ألقى ربي وأشكو إليه مما صنعتما بي
وأشكوكما لأبي وما ارتكبتماه مني. الويل والثبور لي، الويل والثبور لي. ليت أمي لم تلدني. وعجباه للناس، كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ وقد خرفت تجزع لغضب امرأة؟ قرأت في البخاري: ماتت فاطمة وهي واجدة على الخليفة. وكذلك في صحيح مسلم بقضية ميراث فدك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فأبى أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة عليه في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وكذلك أبي هريرة في الترمذي، وأبي سعد في الطبقات، والإمام أحمد في مسنده. وهذا ما أخرجه الترمذي في كتابه عن إعراضها وعدم كلامها مع الثاني. يا أبا الحسن، يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لأرى ما بي، إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. معاذ الله، أنت أعلم بالله ورسوله، وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، فقد عز علي مفارقتك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأفضها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء لها، ورزية لا خلف لها. لم تمسحين بدموعي على جسمك؟ يا أبا الحسن، أنت مظلوم هذه الأمة. وسمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: دموع المظلوم فيها شفاء، فأردت أن يعافيني ربي من علتي يا أبا الحسن. أوصيني بما شئت، فإنك تجدينني فيما أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم رسول الله. أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بأمامة، فإنها تكون لأولادي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء. أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي، فإنهم عدوي
وعدو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم. أوصيك بولدي الحسن والحسين، لا تصح في وجهيهما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين، فإنهما بالأمس فقدوا جدهما واليوم يفقدان أمهما، فالويل لأمة تقتلهما وتبغضهما. أبكني إن بكيت خير هادي، ابكني إن بكيت يا خير هادي، وأسبل الدمع فهو يوم الفراق، واسبل الدمع